عمرك سألت نفسك ليه رد فعلك ساعات بيكون أكبر بكتير من الموقف اللي حاصل؟ أو كلمة بسيطة ممكن تجرحك كأنها لمست على جرح قديم. الحقيقة إن في جروح بنشيلها جوانا مش بتبان، لكن بتفضل عايشة معانا من أيام الطفولة. العلماء بيسموا ده جروح الطفولة. مش لازم تكون صدمات كبيرة، أوقات كلمة جارحة من أهلنا، أو إهمال مش مقصود من اللي حوالينا، أو مقارنة مع أخواتنا، أو حتى إحساس متكرر إننا مش كفاية. وقبل ما أكمل، إحنا مش بنعرف الحاجات دي أو بنحللها عشان نقعد نلوم في اللي حوالينا أو ننتقد فيهم أو ندخل في موجة غضب ضدهم أبداً. كل واحد اتربى بالطريقة اللي كانت متاحة وقتها، أو اتعلم بأفضل طريقة تناسب وقته. لازم نتعلم من اللي بيحصل معانا ونسامح الآخرين، لأنهم عملوا معانا حاجات رائعة كتيرة جدا. ونرجع تاني نكمل باقي الحلقة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الجروح دي بتدخل في أعمق منطقة في العقل، وهو العقل اللاواعي. المخ بيسجلها كرسالة داخلية زي أنا مش محبوب، لازم أرضي الناس، أي خطأ هيخليني أتساب. وبعدين وانت كبير بتبدأ تتصرف بناء على الرسائل دي من غير ما تحس. مثلا شخص بيتجنب أي خلاف بأي تمن. ليه؟ لأنه تعود من وهو طفل إن أي خلاف معناه تهديد أو عقاب. أو حد تاني مش قادر يدخل علاقة صحية لأنه شايل جواه إحساس قديم بالرفض. في دراسة منشورة سنة 2019 وضحت إن اللي مروا بجروح نفسية في طفولتهم كانوا أكثر عرضة للقلق والاكتئاب وهم كبار، حتى لو حياتهم دلوقتي مستقرة. وفي قصة مشهورة عن أوبرا وينفري، اللي من أغلى مذيعات العالم، اللي اتكلمت بصراحة عن جروح الطفولة اللي عاشتها، وقالت إن اللحظة اللي بدأت تتعالج فيها فعليا من الجروح دي هي اللحظة اللي سمت فيها الجروح واعترفت إنها ما زالت موجودة، وقررت إنها تستعمل هذه الجروح في النفع الآن، وفي إنها تكون أكثر أمانا وسلاما في حياتها وفي حياة الآخرين. وبالفعل تحررت من هذه الجروح. والسؤال ليك دلوقتي، هل الجروح دي لازم تفضل مسيطرة عليك للأبد؟ الإجابة لأ، لأن أول خطوة للتشافي هي خطوة الوعي، إنك تبص جوه نفسك وتفهم أنت بتتصرف كده ليه، وإيه هي الجروح الخفية اللي جواك. والخطوة التانية إن أنت تسمح لنفسك تعيش مشاعر الطفولة المكبوتة واللي اندفنت من غير ما تلوم نفسك أو تلوم الآخرين. والخطوة التالتة إنك تبدأ تبني رسالة جديدة لنفسك، زي مثلا أنا كفاية، أنا أستحق، أنا مش ضعيف بالقدر اللي أنا متصوره. وفي خطوة مهمة كمان، إن أنت تقرر إن أنت ما تفضلش متعود على هذه الجروح فتكررها في حياة الآخرين. لازم تقرر من جواك بقرار واعي أن هذه الآلام تفضل واقفة عندك وما تورثهاش للي بعدك. المعنى الأعمق هنا إن الألم اللي ما بيتشافش هو اللي مسيطر أكتر علينا، ولازم نتحرر منه. ولو عايزين فعلا نتشافى، نبدأ الأول بتسمية هذه الجروح والتعرف عليها ومواجهتها بهدوء، والمشي في خطوة الوعي ورحلة السلام الداخلي.